انا مسعود مول الاسئله. وانا بعرب مول الاجوبه. ايوا شجعونا العشران واشتركوا عندنا في القناه وديروا لايك، راه هذا المحتوى زوين وغادي يعجبكم. السلام عليكم، معكم مسعود. قبل ما نبداو بغيت نعرفكم على رفيقي في هذه القناه اللي غادي يعاوننا نفهموا المواضيع بطريقه سهله وبسيطه، اللي هو بعرب. مرحبا بكم كاملين في قناه ما بعد المعرفه. قناه الهدف ديالها تبسط لكم ملخصات كتب مهمه بطريقه ممتعه وبالدارجه ديالنا. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس باغيين يعرفوه: كيفاش العقليه ديال الانسان كتاثر على النجاح ديالو في الحياه. بعروب، واش تقدر تشرح لنا شنو هي العقليه بالضبط؟ مرحبا مسعود، وشكرا على السؤال المهم. العقليه هي الطريقه اللي كنفكروا وكنشوفوا بها راسنا والعالم اللي حدانا. العقليه كتحدد بزاف واش غادي ننجحوا ولا لا. كاينين جوج ديال العقليه اللي بغيت نشرحهم: العقليه الثابته والعقليه الناميه. العقليه الثابته هي اللي كتخليك تحس باللي الذكاء ديالك محدود وانك ما تقدرش تزيد القدام، وبزاف ديال المرات كتخاف من التحديات حيث كتخاف تغلط ولا تفشل. العقليه الناميه هي العقليه اللي كتخليك تعتقد باللي الذكاء والقدرات ديالك يقدروا يتحسنوا ويتطوروا، وان الغلط والفشل غير مراحل تعلم خاصك تمر منها باش تكبر. هذه نقطه مهمه. ولكن الناس اللي عندهم العقليه الثابته كيفاش كيتعاملوا مع الفشل؟ سؤال زوين هذا السي مسعود. هاد الناس كيحسوا بالفشل بحال نهايه العالم، كيتحبطوا وكيهربوا من التحديات وكيوقفوا في بلاصتهم بلا ما يجربوا حتى يتحسنوا. مثلا واحد اللي خسر مره واحده في شي امتحان كيبقى يقول انا ما نقدرش وكيوقف بلا ما يجرب مره اخرى. اما الناس اللي عندهم العقليه الناميه كيشوفوا الفشل بحال تجربه وكيعتبروه فرصه باش يتعلموا وكيعاودوا المحاوله بقوه اكثر. مثال مشهور بزاف هو مايكل جوردان، اللي طردوه من الفريق ديالو ديال السله وهو صغير، ولكن هو ما استسلمش بل خدم بزاف ولا اسطوره عالميه. واش تقدر تعطي مثال اخر على العقليه الناميه؟ بطبيعه الحال كاينين بزاف تاع الاسئله. مثلا توماس إديسون اللي اخترع المصباح دار آلاف المحاولات اللي فشلات قبل ما ينجح. كان كيقول ما فشلتش، غير لقيت 10,000 طريقة ما كتخدمش. هاد العقلية هي اللي خلاتو ينجح. ولكن بلاتي، كيفاش نقدر نعرف واش عندي عقلية ثابتة ولا نامية؟ سي مسعود، إلا بغيتي تعرف خاصك تسول راسك: كيفاش كتعامل مع الفشل؟ واش كتهرب من التحديات ولا كتقبلهم؟ واش كتآمن باللي تقدر تتعلم وتنمي المهارات ديالك؟ إلا كانت الإجابات ديالك إيجابية على التحديات والتعلم فأنت عندك عقلية نامية. أما إلا كنت كتخاف تغلط وكتحاول وباغي تبقى في المكان اللي كتحس فيه مرتاح، فهاد الشيء كيبين أنك عندك عقلية ثابتة. واخا وقل لنا بعروب، شنو هي النصائح العملية باش نبدلوا العقلية ديالنا؟ ايوا اسمع مزيان السي مسعود انت والمشاهدين. اول حاجه هي نبدلوا الطريقه اللي كنهضروا بها مع راسنا. مثلا بدل ما تقول ما نقدرش، قول ما نقدرش دابا ولكن غادي نحاول. تاني حاجه ما تخافش من الفشل حيث هو جزء طبيعي من التعلم. ثالثا رد البال للنقد ماشي عدو، بل هو فرصه باش تطور راسك. ورابعا خليك معاشر مع ناس ايجابيين اللي كيحفزوا ويشجعوك. وخامسا ركز على المجهود ديالك ماشي غير على النتيجة، راه الطريق هو اللي كيبني النجاح. بعروب، واش عندك شي قصة شخصية كتوصل بها هاد الفكرة؟ أكيد السي مسعود. واحد المرة كنت خايف نبدأ مشروع صغير، قلت مع راسي أنا ما غاديش ننجح، ولكن قررت نجرب ونخدم بقلب مفتوح وبديت نتعلم من الأخطاء ديالي. واليوم الحمد لله المشروع كيتطور ومخدم معايا بزاف ديال الناس وفرحانين. هذه قصة زوينة بزاف كتوضح كيفاش العقلية كتبدل حياتنا. بالضبط سي مسعود، العقلية هي الأساس، وإلا بغيتي تنجح ابدأ من راسك. العشران والمشاهدين ديالنا، إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لنا في التعليقات شنو كانت أكثر فكرة عجبتكم أو شنو الكتب اللي بغيتونا نلخصوها. وزيدوا شاركوا الفيديو مع أصحابكم باش كاملين نستافدوا. وبعروب،
شكرا بزاف على هذا الشرح المفصل والمفيد. العفو السي مسعود، وانا ديما هنا باش نعاون العشرانة والمشاهدين ديالنا يفهموا اكثر ويبداو يغيروا حياتهم للافضل. كان معكم مسعود وبعروب في قناة ما بعد المعرفة. نشوفكم في ملخص آخر وكتاب آخر. الله يعاونكم. السلام عليكم.